تفتكر لو انت رايح تشتري لابتوب ايه اللي ممكن يخليك تدفع اكتر؟ بدل ما تدفع في لابتوب زي ده مثلا 9000 جنيه تطلع للابتوب زي ده ب 41000 جنيه. ايه اللي يخليك تدفع الزياده ديت؟ وهل الزياده دي تستحق فعلا ولا لا؟ ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو دوت. فمن غير اي مقدمات كتير خلينا نبدا في الفيديو بتاعنا. مبدئيا خلونا نعرف ايه هم الجهازين دول. الجهاز اللي معايا على اليمين هنا هو الديل بريسيشن الام 6800، وده كان يعتبر عملاق الورك ستيشن في 2014، وكان ده اللي يعني بالنسبه لهم اول ما نزل الناس كلها حست ان ده بقى الطفره اللي مفيش زيها، ولا زال لحد النهارده هو فعلا يعتبر كويس جدا في الفئه السعريه بتاعته. بس على الجانب الثاني بقى احنا معانا هنا الديل بريسيشن ال 7750، واللي يعتبر لابتوب مدمر مش بس في السنه بتاعته، ولكن لا زال لحد النهارده بيعتبر من اعلى الاجهزه اللي ممكن تجيبها لحد يومنا هذا. طب ايه اللي يخليك اصلا تطلع من لابتوب ب 9000 جنيه للابتوب تاني ب 41000 جنيه؟ هنا خلينا نبص على اول حاجه بديهيه هتيجي قدامك اول ما تبص كده على الجهازين جنب بعض. هتلاحظ على طول فرق الشكل الرهيب اللي اتغير ما بين الام 6800 وال 7750. فهنا احنا بنلاقي مثلا ان الجهازين بيجوا من بره من المعدن ومن جوه من البولي كربونات، بس الام 6800 كان بيجي بحواف شاشه كبيره جدا، زائد ان الحجم بتاعه كان اتقل بكتير جدا عن ال 7750 بحوالي 500 جرام تقريبا، في حين ان 7750 جاي لك بحواف صغيره جدا من الجنبين. عندك بره لون فضي شيك جدا بيواكب بقى خلاص اللابات الجديده اللي بدات تنزل من اول 2020، في حين ان كمان مش بس وزنه اخف من ال 6800 ولكنه حجمه كمان اصغر. فلو جينا نحط مثلا اللابين فوق بعض انت عندك ال 7750 اصغر بحجم صباع كامل. يعني انا لو مسكت الاثنين هنا جنب بعض، طبعا انا شايلهم بالعافيه لابين 6 كيلو، بس انت عندك هنا الجهاز فعليا اصغر وواضح الفرق بتاعه. طب بعد بقى ما بتفتح الجهازين وتبدا عايز تشوف الامكانيات بتاعتهم من جوه وكل واحد بيشغل ايه، فهنا بنلاقي ان الام 6800 كان بيجي بروسيسور كور اي 7 من الجيل الرابع في 4 انويه و8 مسارات وتردد تربو 3.8 جيجا هرتز، في حين ان المعالج بتاع ال 7750 هو الكور اي 7 الجيل العاشر اللي بيجي ب 8 انويه 16 مسار تردد تربو 5 جيجا هرتز. طب نحلل الارقام دي ونشوف هتدينا فرق اداء قد ايه. هنا لو انت مثلا بتمنتج حاجه على برنامج زي بريمير مثلا ولا دافنشي، فعشان ترندر فيديو هنا مثلا على 6800 لو هياخد معاك متوسط مثلا ال 40 دقيقه، على ال 7750 نفس الفيديو مش هيكمل معاك ال 8 دقائق. انت متخيل معايا فرق السرعه الرهيبه اللي ما بين الاي 7 الرابع والاي 7 العاشر؟ طبعا احنا بنتكلم في 6 اجيال كامله، تطور رهيب حصل في ال6 سنين دول. كمان لما هنيجي نبص على كارت الشاشه هنلاقي ان هنا كان بينزل بالانفيديا الكي 3100، بس عشان برضه نوفي الام 6800 حقه هنقول انه كان بيجي بالكي 5100 اللي هي اعلى نسخه بتنزل منه، واللي كانت في سنتها تعتبر اعلى حاجه موجوده وقتها، ولحد النهارده هي تعتبر اعلى حاجه في الفئه السعريه بتاعته. فمثلا هتشغلك العاب زي بيس 21، العاب زي فيفا 22 او فيفا 23 تشتغل معاك كويس، ولكن للاسف اغلب الالعاب الحديثه حاجات زي سايبر بانك واساسنز كريد ميراج، وعندك مثلا حاجات زي جوست اوف تسوشيما وجاد اوف وور راجناروك، الحاجات دي لو جيت تفتحها على الام 6800 مش هتفتح معاك اصلا. مش مثلا هتفتح وانت بتهني جاي، مش هتفتح معاك، وده طبيعي على لابتوب بفئه ال 9000 جنيه، ما تستناش منه اكتر من كده. بس لما نيجي بقى نجرب الحاجات دي على ال 7750 اللي بيجي بكارت شاشه ار تي اكس 5000، هتلاقي انه بيشغل معاك سايبر بانك الترا سيتنجز فوق ال 70 فريم، جوست اوف تسوشيما على الترا سيتنجز برضه 60 فريم، اساسنز كريد ميراج الترا سيتنجز 60 فريم، جاد اوف وور راجناروك عدت معايا ال 100 فريم على الترا سيتنجز. فاحنا بنتكلم فعليا في لابتوب وفرق اداء، مش بنتكلم ان مثلا من ده هيجيب 10 فريم وده هيجيب 20، احنا بنتكلم ان هنا ما بيفتحش وهنا بيديك 100 فريم على الترا سيتنجز. يعني احنا بنتكلم في فرق اداء يكاد يتعدى ال 1000%، يعني انت واخد حوالي 10 اضعاف الاداء اللي ممكن ال 6800 يديهولك في ال 7750. طب لما نيجي ندخل على حته الهاردات والرامات، هتلاقي ان الرامات في الام 6800 اخرها 32 جيجا دي دي ار 3، في حين ان ال 7750 بيقبل لحد 128 جيجا دي دي ار 4 بتردد 3200 ميجا هرتز، يعني ضعف التردد اللي ال 6800 بيقبله، ولحد 128 جيجا. بس النقطه دي الصراحه ما تهمش قوي، لان كده كده انا عمري ما بنصح حد يطلع فوق ال 32 جيجا اصلا. بس سرعات الرامات بتاعت 7750 اعلى الضعف من الام 6800. كمان لما بنيجي نبص على الهاردات هنلاقي ان الام 6800 كان بياخد هاردين من عيله الساتا، يعني تقدر تركب هارد اتش دي دي مع هارد تاني ساتا اس اس دي، في حين ان ال 7750 بيقبل هاردات اس اس دي بس من فئه ان في ام اي، اللي طبعا هتديك سرعات تكاد توصل للضعف بتاع سرعات الساتا اس اس دي اللي في ال 6800، ولكن في نفس الوقت ما بيقبلش اتش دي دي. فلا يزال في ميزه واحده موجوده في ال 6800 للاسف مش موجوده في ال 7750. بس لو هنتكلم عن السرعات فطبعا ال 7750 يكسب بجداره.
طب بعد ما بصيت على الشكل الخارجي والحجم والكلام ده ودخلت جربت العابك وبرامجك، هتلاحظ برضو فرق كبير جدا بين الجهازين هنا وانت شغال عليهم، وهي الشاشه بتاعت الجهازين اللي في الاثنين بتيجي 17.3 انش، الاثنين دقه فول اتش دي، والاثنين كمان البانل بتاعهم اي بي اس. بس لما هنيجي نبص على فرق الالوان هنحس ان دي شاشه ودي شاشه ثانيه خالص. ليه؟ لان انت عندك ال 6800 اخره 45% ان تي اس سي، واللي هي تعتبر حاجه كويسه جدا للجرافيك والحاجات دي، بس هي كويسه في الفئه السعريه بتاعتها، لكن ما نقدرش ابدا نقارنها بال 7750 اللي بيجي هنا 100% دي سي اي بي 3. يعني من الاخر انت واخد تشبع الوان ودقه الوان احسن بنسبه حوالي 70% عن الام 6800. وده حتى هتلاحظه في الجهازين وهم محطوطين هنا قدامي. هتلاحظ ان الشاشه بتاعت ال 7750 الوانها طبعا بارزه اكتر بكتير جدا عن شاشه الام 6800. طب في النهايه، هل انا عامل الفيديو ده عشان اقول لك اوعى تشتري ال 6800 وخليك مع ال 7750؟ اكيد طبعا لا. انا عامل الفيديو ده عشان بس اوضح لك الفروقات والتطورات اللي حصلت في ال6 سنين اللي ما بين 2020 و2014 ما بين الاجيال الجيل العاشر والجيل الرابع. لكن انا مش عامل الفيديو ده عشان اقول لك ما تشتريش ال 6800، لان ال 6800 لا يزال هو احسن جهاز في فئه ال 9000 لحد ال 11000 جنيه كمان. طب يا علي دلوقتي هل انت شايف ان الفرق ما بينهم يستحق؟ اكيد طبعا الفرق يستحق، بس في الاخر انت بتراجع دايما زي ما قلت حاجتين وانت رايح تشتري. بتراجع الاستخدام بتاعك والبادجت اللي معاك. انت لو الاستخدام بتاعك محتاج لابتوب بفئه ال 9000، ال 6800 مثلا يشغلك تمام، ومثلا رايح تشتغل على بيس 21 وجي تي اي في، هتطلع لل 7750؟ اكيد لا، مش محتاج تدفع المبلغ ده كله. جي تي اي في وبيس 21 والالعاب اللي زيها او البرامج اللي في نفس الفئه بتاعتهم، ال 6800 هيشغلهم لك زي الفل، مش محتاج تدفع زياده. طب انت واحد لا، انا عايز ادفع زياده واخد الاداء الاعلى واشغل الالعاب الاعلى، ساعتها هتدفع الزياده وتاخد الاداء الاعلى. طب ايه الغرض من الفيديو ده؟ الغرض من الفيديو ده الرد على الناس اللي بتيجي ساعات تقول لي ايه ده، اجي اشتري لابتوب جيل رابع ده حاجه قديمه جدا. طب يا حبيب قلبي، لابتوب الجيل الرابع ده في ناس لحد النهارده شغاله عليه مكفي شغلها وزياده، وفي ناس شغاله على جيل تاني وجيل تالت. ده مش معناه ان الحاجه ادمت يبقى الحاجه وحشه، لا، الحاجه ادمت ممكن انا مش محتاج حاجه عاليه، انا محتاج الحاجه القديمه دي تشغلني وزي الفل. و 6800 ما يتقالش عليه كمان حاجه قديمه، لان لا يزال الاداء بتاعه بيعدي اللابات الثانيه اللي فئه ال 11 وال 12000 جنيه، لابات زي ال 3510 مثلا الدل او ال 5570 اللي بيهتموا فيهم بالشكل، بس لا يزال ال 6800 بيعديهم في الاداء. فلا زال لحد النهارده الصراحه لابتوب جبار، ولو جبت منه كمان النسخه الاي ام دي هتاخد اداء جبار في الالعاب، وانا قلت الكلام ده كتير جدا. شوف الاستخدام بتاعك ايه ومحتاج فئه سعريه كام. انا مثلا الشغل بتاعي ما اقدرش اعمله على ال 6800، الشغل بتاعي بروفيشنال اكتر، محتاج لابتوب عالي يشغل لي الحاجات اللي انا بعملها دي بسرعه. طب واحد تاني لسه بيجنر مثلا بيتعلم او شغله متواصل او حاجات خفيفه او حاجات مثلا هو مش محتاج الشغل بتاعي، ساعتها هيجيب ال 6800 هيشتغل معاه زي الفل. مفيش حاجه اسمها ده جيل رابع قديم، ده جيل رابع وحش، ده من 2014. لا، اللابات لحد النهارده 2010 و2011 وشغاله زي الفل. كده بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى النقطه اللي انا كنت حابب اوضحها في الفيديو دوت تكون وصلت للناس. لو عجب الفيديو دوت ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.